قبل ما نبدأ حابب أقولك إني جبتلك أنمي رومانسي من الدرجة الأولى، أنمي ريشي. فلو أنت ما اتفرجتش عليه عند حد يبقى حضر منديلك اللي هتمسح في دموعك من الفرحة عشان هتشوف ليفل عالي، ولو اتفرجت برضو عند حد فبرضو هتشوف حاجة جامدة في لعبتك أنمي. وبس كده كفاية غرور، ويلا بينا نبدأ الأنمي. ويبدأ الأنمي بولي العهد بيقول: ريشي، أنت واحدة ما تستحقيش تكوني خطيبتي، وأنا دلوقتي بفسخ خطوبتي منك. ترد عليه وتقول له بكل ثقة: ماشي فهمت. قال لها: انت مش فاهمه، انت المفروض تقلقي وتخافي اكتر من كده عشان لا يحصل فيكي. بتقول له: لا مفيش حاجه قلقاني ولا مخوفاني خالص. بيتصدم منها الامير وبتقول له: استاذنك، وبتمشي. وبتقول في نفسها: انا رجعت تاني، ده كويس، وعارفه ايه اللي هيحصل دلوقتي عشان دي المره السابعه اللي اعيش فيها حياه جديده. وبتكون ريشي بتموت كل 5 سنين وبترجع لنفس الوقت اللي ولي العهد بيفسخ فيه خطوبتهم، ودي المرة السابعة ليها. أما المرة الأولى بتكون بنفس الموقف لكن بطريقة مؤلمة. ريشي بتحكي إن في أول مرة بيحصل معاها كده ولي العهد بيقول لها: ريشي، أنت واحدة متستحقيش تكوني خطيبتي. ساعتها بتصدم من كلامه وبتقول له: ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنت بتتكلم بجد يا ولي العهد؟ وبتكون منهارة جدا ومش عارفة ليه بيحصل معاها كده. بيكمل عليها وبيقول لها: أنت هتتنفي من المملكة كلها. وبعدها بترجع لأهلها اللي ما بيرضوش يدخلوها البيت خوفا على مصالحهم. بيتخلى عنها كل الناس وبتمشي وهي معهاش غير اللبس اللي لابساه. بتمشي لحد ما توصل لمكان بتقعد فيه على الأرض من الحزن والظلم اللي اتظلمته. بتقول: هعمل ايه دلوقتي؟ وبيشوفها تاجر من التجار اللي كانوا ممرين بالصدفة وبيقول لها: هو البص في الأرض مسلي للدرجة دي يا أنسة؟ بتبصله ريشي وبيقول لها: العربية رايحة للبلد التانية، تحبي أوصلك؟ بتقول في بالها: هما دول تجار. بتقوم وبتقف وبتقول له: ممكن تشتري مني الخاتم ده؟ الكل بيتفاجئ منها. بيبتسم من اللي قالته وبتركب ريشي معاهم وبيقول لها: احنا مش بنشتري ولا بنبيع، احنا بنجمع بضاعة تستحق شغفنا ونبيعها للي يقدرها ويكون زينا. هي دي مبدأ وعقيدة شركة أريا التجارية. وبيقول لها: وشك باين عليه، اللي بقوله دلوقتي ده مسلي، ايه رأيك تنضمي لينا؟ وانت دلوقتي حرة تعملي اللي انت عايزاه، ايه رايك تكوني تاجرة معانا؟ وبتكون ريشي حكت لهم على اللي حصل معاها مع ولي العهد، بس بتكون متردده شويه، لكن بيقول لها: انت حره دلوقتي من كل ده وتقدري تعملي اللي انت عايزاه. ويقول لها: ايه رايك تحبي تكوني تاجرة؟ بتقول له: ايوه، من فضلك علمني ازاي اكون تاجرة. وبتكون حياتها الاولى انها تتعلم تكون تاجرة وبيعلمها القائد ازاي تكون كده، وبتتاجر لوحدها بعد كده وبتسافر حول العالم لتحقيق حلمها بزياره كل بلد فيه. وكان فاضل بس بلد واحده على تحقيق حلمها، ولكن بتقوم الحرب وبسببها بتموت ريشي. وفي الحياة التانية بترجع ريشي قدام ولي العهد وبتحاول، هي مش فاهمة اللي بيحصل معاها وفاكرة انها بتحلم. بتشد في خدودها كده وتقول انها مش بتحلم، وبتفتكر انهم هيمنعوها من دخول القصر. بتسيب ولي العهد الخبيث بيتكلم وبتجري وبتفرح جدا انها في فرصة تاني جات لها في حياتها، وبتجري على البيت على طول تاخد كل حاجة بتاعتها، مجوهراتها ولبسها، ومش بتخلي حاجة خالص. بتاخدهم وبتخرج على طول عشان تروح تقابل تجار شركة أريا اللي قابلتهم في حياتها الأولى، وبتقول: هيفرق معايا دلوقتي رأس المال في التجارة اللي أعملها. بس بتوصل للمكان اللي قابلتهم فيه مش بتلاقيهم عشان رجعت البيت وتأخرت عن أول مرة، بس بتلاقي كتاب كانت سابته جدتها ليها. بتديها شوية أمل كده وبتقول: أنا معايا دلوقتي فلوس كتير عن المرة اللي فاتت، مش ناقص بس دلوقتي إني أفكر هعمل ايه. وفعلا بتقرر وتبيع كل اللي معاها عشان تروح في رحله تتعلم الطب، وتكون عارفه مكان نمو النباتات الطبيه وكمان توقيت انتشار الاوبئه، وده بسبب حياتها الاولى قدرت تسخر خبرتها لمساعده الناس. المهم بتسافر في يوم الى مملكه في الشمال وبتنقذ امير من مرضه، ولكن بتلاقي نفسها دخلت في الحرب وبتموت لتاني مره، وبنرجع لنفس اللحظه، ولكن المره دي بتقول لولي العهد: شكرا فهمت، وبتمشي على طول تاخد حاجتها واشيائها الثمينه. والمره دي بتقرر انها تتعلم تحت ايد عبقري اسمه ميشيل وكانت عارفاه من حياتها اللي فاتت، وفعلا بتبدا تتعلم على ايده. ويقول لها ميشيل: من خلال التجربه المتكرره ممكن توصلي لنهايه انت عايزاها. فبتقول له ريشي: فهمت يا استاذي. قال لها: باين عليكي مستمتعه. وبتكون فعلا ريشي مستمتعه جدا، ولكن الوقت بيجري بسرعه وبتلاقي نفسها دخلت الحرب وتموت لثالث مره. وفي حياتها الرابعه بتشتغل كخادمه لعائله ملكيه، وحياتها السادسه بتتنكر في زي راجل وبتتعلم القتال زي الفرسان. بس بتقول: انا استمتعت بكل حياة عشتها والتجارب اللي استفدت منها كتير، بس بموت كل ما يمر 5 سنين من نفس موقف فسخ الخطوبة. وبنرجع لحياتها الحالية، الحياة السابعة. وتقول: انا كنت بعاني في اخر كل سنة من ال5 سنين، بقعد اشتغل والهي نفسي لدرجة الموت، ولكن دلوقتي حياتي السابعة عايزاها تبقى مختلفة عن كل مرة، وبتقسم انها هتعيش حياة مختلفة وطويلة المرة دي. المهم بتفكر وبتقول انها كانت كل مرة بتخرج فيها من القصر من الباب الرئيسي، دلوقتي هتخرج من الشباك عشان اسرع وتتحرك بسرعة، وفجأة بتتخبط في واحد قصادها ويكون ده الامير ارلوند هيمن.
وبتفتكر على طول اللي حصل ليها في الحياة السادسة اللي بتكون فيها متنكرة كفارس وبتموت على ايديه وبيكون هو السبب الرئيسي في اندلاع الحرب. بعد ما بتفتكر اللي حصل لها بنلاقي ريشي بتخاف وبتصرخ في وشه وبتقول له الامبراطور ارلوند هيمن. يقول لها انت عارفاني منين؟ دي اول مره اجي فيها المملكه دي. ريشي على طول بتتوه في الكلام وبتعرفه بنفسها وبتقول له هي اول مره اشوفك فيها لكن سمعتك مسابقاك. ولكن بيقول لها انت ناديتيني بالامبراطور. ابويا هو الامبراطور، انا بس مجرد ولي العهد. ريشي ما بتبقاش عارفه تقول ايه ولكن على طول بتقول له بعتذر منك لكن انا لسه مفسوخ خطوبتي دلوقتي ومستعجله جدا، لازم امشي دلوقتي. وبتمشي على البلكونه اللي قصادها وبتقرب من البلكونه وبتقلع جزمتها والامير بيتابعها وبيشوف بتعمل ايه وبتاخد نفس وبتنط من البلكونه. وفي اللحظه ديت الامير ارلوند هيمن الاسطوره بيقع في الحب وبتقع على الارض وبتقوم تكسر كعب الجزمه بتاعتها. والامير ارلوند بيتابع كل حاجه بتعملها وبيبتسم وبيدخل عليه الخادم بتاعه بيقول له حضر لي حصاني حالا. ريشي بتمشي وبتوصل لبيتها وبتلاقي ولي العهد المعتوه بيقول لها انت مشيتي قبل ما تسمعي ادانتك لكن انا جيت لك دلوقتي والعدل لازم ياخد حقه من واحده شريره زيك. لكن ريشي بتقول في بالها ده أسوأ توقيت في كل حياة عشتها، يا ريتني جيت متأخرة عشان ما اشوفش وشك تاني. ولي العهد بيشوفها كده بيفرح وبيقول لها أكيد زعلانة ومش عارفة تردي، لكن بترد عليه وبتقول له أنت غبي ولا إيه؟ أنا مش زعلانة خالص إني فسخت خطوبتنا، بل بالعكس سعيدة إني عملت كده. والناس اللي واقفة مش فاهمين اللي بيحصل. واحد بيقول هو ريشي هي اللي فسخت خطوبتها؟ وريشي بتكمل عليه وبتقول له أنا بشكرك عشان فسخت خطوبتنا، والكل بيضحك عليه. وبتظهر بنتي بتكون هي السبب في كل ده، كانت بتكذب على ولي العهد عشان تتجوزه وتساعد أهلها بجوازها منه. لكن ريشي بتقول لهم انا مش فارق معايا. ومن الصدمه ولي العهد بيقع على الارض وريشي بتسيبهم وتمشي. ولكن ولي العهد بيأمرهم انهم يمسكوها. بيجي واحد من وراها لكن ريشي بتحس بتهديد في حد هيأذيها، بتسحب سيف الحارس اللي وراها وبتصد الضربه. وبيكون الامير ارلوند وهو بيبتسم بيقول لها زي ما توقعت طلعتي خبيره في استخدام السيف. وبيسألها اتعلمتي فين مهارات السيف دي؟ وبتقول له ده سر، وكمان مهاراتي ما تستحقش كل الاهتمام ده. وبتقول له الامير ارلوند ممكن اسالك انت جيت هنا ليه؟ اظن انك ما طلعتش سيفك عشان تتسلى بس بيه. قال لها ايوه صح. وبتقول في بالها انا مت على ايد الراجل ده في حياتي الستة وبسببه هتقوم حرب هيغرق فيها العالم كله. ولكن بيحصل غير متوقع، بينزل الامير ارلوند هيمن على ركبته وبيطلب ايد ريشي للجواز في اجمل منظر رومانسي على الاطلاق. انا اتأثرت شويه الصراحه. ولكن بكده نكون وصلنا الى النهايه، لكن دي بداية قصتنا. ما تنساش تشترك في القناة واللايك الجميل واستناني عشان مش هتأخر عليك. واخر حاجة اقولها سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.